السلام عليكم بنات، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم من جديد في قناة يومية احلام. الا كنتوا اول مره كتشوفوا هذا الفيديو، ما عليكم غير تشتركوا فيها وتكليكوا على الجرس باش يبقى يوصلكم ديما الجديد، باش ديما فيما نحط شي فيديو يطلع لكم ديك النوتيفيكاسيون باش تشوفوه. واليوم جبت لكم وصفه جديده وزوينه، ديما كنمشي لشي حاجه اللي اقتصاديه وزوينه وسهله. بريوش كيجي لذيذ وكيجي قطني ومفشفش. بقاو معايا تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. هنا في المقادير غادي نحتاجو دقيق بعد ما كنغربلوه بعدا هو الاول، باش ما يبقاوش فيه هذوك التكت ولا هذوك الكويرات اللي كيكونوا فيه. كنغربلوه تقريبا هنا درت واحد 3 الكيسان يكونوا عامرين جوج عن الماء. غربلتهم وزدت عليهم كيف ما كتشوفوا كاس لاروب ديال السكر سنيده، وضفت عليهم دابا معلقه تكون عامره مزيان ديال الخميره ديال ماشي ديال الحلوى، غير الخميره ديال الخبز. ومن بعد كنضيفوا عليه معلقه صغيره ديال حبه حلاوه والنافع. تما تضيفوهم انا حيت كانوا عندي مطحونين موجودين درتهم، وتقدروا تزيدوا عليهم حتى الجنجلان حتى هو كتجي البنه ديالو زوينه. زدت عليهم تقريبا واحد 4 كاس ديال الزيت العادي، زيت المائده. وغادي نضيفوا قبيصه ديال الملحه باش تركز لينا داك المكونات ديال السنيده وداكشي اللي درنا. ومن بعد كنضيفوا عليهم ابيض ديال البيضه وحده، وغادي نضيفوا عليهم تقريبا واحد كاس لاروب ديال الحليب. الحليب هو اللي كيخلي العجينه ديال البريوش كتجي مفشفشه ومقطنه وكتجي رطبه رطبه رطبه. صافي دابا هاد المكونات كاملين كنجمعوهم بيدينا. صافي كنجمعو معادين، ما كندلكوها ما حتى شي حاجه، كنجمعو معادين حتى كتجمع لينا مزيان. ومن بعد كنضيف واحد كاس ونص على حساب الدقيق بطبيعه الحال، كاس ونص ديال الماء يكون دافي حتى كنجمعوا العجينه كامله ديالنا. كنزيدوا عليهم واحد معلقه ديال الزبده حتى هما، كنجمعوا بها العجينه وصافي كنخلوها ترتاح شويه. كنغلفوها بحال هكا ببابي سولفوريزي من الفوق مزيان، باش كتنخلوها غادي نخلوها تخمر تقريبا واحد نص ساعه تطلق مزيان. وغادي نغطوا عليها، غادي نغطوها بهاد البابي سولفوريزي وغادي نغطوها بشي فوطه ولا شي حاجه وصافي نخلوها كتخمر. من بعد ما ارتاحت لينا كيف كتشوفوا، من بعد غادي نبداو نلولبوها ولا نكوروها على شكل كويرات يكونوا صغيورين مقدرين كيف كتشوفوا على الطريقه. وغادي نديروا عليهم الدقيق باش ما يلصقوش لينا في الطاوه. غادي نخليهم عاوتاني يخمروا كيف ما كتشوفوا. غادي نلويهم على الطريقه وغادي نديرهم في الدقيق باش ما يلتصقوش مع بعضياتهم، وغادي نحطهم في الطاوه اللي غادي تكون حتى هي مفرشه باش غادي نخليهم يخمروا فيها شويه. غادي نكملوا على هاد الطريقه حتى كنكملوا الكريسات ديالنا كاملين كيف ما كتشوفوا. كنبقاو غاديين على هاد الطريقه كنقرصوهم هكا كاملين على شكل كويرات حتى كنكملوا الكميه كامله ديالنا ديال الدقيق ديال العجينه. صافي هانتوما كيف كتشوفوا ملي كنكوروهم كاملين كنخليهم هكا يرتاحوا شويه، حيت ضروري خاصهم يرتاحوا. صافي كنخليهم يرتاحوا. من بعد ما ارتاحوا صافي دابا هنا كنبداو نقرصوا فيهم شويه بيدينا كيف ما كتشوفوا هكا، غير شويه بيدينا حتى نهبطوهم شويه. على هاد الطريقه كنقرصهم هكا بيدينا شويه وصافي. من بعد كنحطوهم في الطاوه اللي غتكون ديال الفران، اللي من بعد غنديرهم في الفران. غادي نحطهم في الطاوه بعد ما دهناها بطبيعه الحال بالزيت باش ما يلتصقوش لينا. وصافي كنكملوهم كاملين على هاد الطريقه. ومن بعد غادي نرجع معكم، غادي نخليهم بطبيعه الحال يرتاحوا. ملي غنحطهم في الطاوه غادي نخليهم يرتاحوا شويه يخمروا شويه، عاد من بعد غادي ندخلوهم الفران. صافي دابا حنا هانتوما كيف كتشوفوا قرصناهم كاملين ودرناهم في الطاوه، وغادي ندخلهم الفران يكون هذيك الساعه باقي بارد باقي ما سخنتوش. غادي ندير عليه شي فوطه ولا شي حاجه ونخليهم يرتاحوا في الفران. من بعد غادي نجبدهم كيف كتشوفوا ها هما راه خمروا دابا. من بعد كندهنوهم بصفار بيضاء ديال هذيك البيض اللي درناه في العجين. غادي ندهنوهم كاملين. خلطت صفر البيضه مع تقدروا تخلطوها مع شويه الحليب
ولا تخلطوها مع قطيره ديال الصوجه باش كتعطي داك اللون ديال التحمار. وصافي من بعد كنزينو بأي حاجة متوفرة عندكم. أنا زينت حيت كديري فيها هداك الشي اللي درت فيها في العجين هو اللي زينت به من الفوق. زينت غير شي وحديت بحبة حلاوة والنافع كيف كتشوفوا. درت هادوك 4 بحبة حلاوة والنافع، والاخرين اللي غيبقاو ليا غادي نديرهم بشوفان. نتوما تقدروا تزينوا باي حاجه متوفره عندكم. تقدروا ديروا جنجلان، تقدروا ديروا اي حاجه، يعني اي حاجه تقدروا تزينوا. تقدروا تخليهم غير هكاك عاديين، راه كيجوا زوينين. هذا غير التزيين، غير اضافه وصافي. صافي من بعد كنحاولوا نفلحوهم هكا شويه بالموس باش كيجيو داك الخطاط كيجيو فيها تزيين زوين. كيف كتشوفوا كنديروا كنقسمهم على بحال كنقسمهم على 4. صافي كنكملهم كاملين على هاد الطريقه. ودابا غادي ندخلهم الفران كيف كتشوفوا على درجه حراره كتكون 200 180 200 درجه. وكنخليهم حتى كيتحمروا من التحت مزيان، وعاد كنشعل عليهم من الفوق كنخليهم يتحمروا مزيان من الفوق. كيف كتشوفوا كيجيو اسفنجيين. ها نتوما وريتكم من هاد الجهه ومن هاد الجهه، وكيجيو رطبين رطبين رطبين. هذا هو السر ديالهم باش كيجيو هشاش ورطبين قطنيين. يعني اي وحده تقدر تجربهم. غادي يصدقوا ليها على حسابي. كيف كتشوفوا كيجيو بنان. عرفتي ديك الساعه طاروا بهم. كيجيو رائعين. هانتوما حليت معكم حتى وحده باش كتشوفوها من الداخل كيف كتجي قطنيه ورطبه رطبه مزيان. فإلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايك ولا كومونتيرات زوينين، وان شاء الله فيديو جديد اخر. مرحبا بكم في القناة ديالي، وبصحة وراحة.